عندي شوية فلفل ألوان. لو ما عنديش فلفل ألوان ممكن اخد فلفل أخضر بس. وعندي حبة زيتون مخلي. الحشو ده ممكن نحشي أي حاجة. أنا اللي لقيته متوفر عندي لحمة معصجة، ممكن نحط لحمة معصجة بس. ممكن نحشي جبن، ممكن نحشي خضار. بس أي حشو أنت عايزة تحشي بيه احشي بيه، المتوفر عندك اعمليه. الوقت أنا هروح على البوتاجاز أدي بس الخضار ده تقليبة مع اللحمة. انا هنا حطيت اللحمه على البوتاجاز، اخدت تقليبه اهي. بعد كده هنزل بالخضار، مش هنزل بالزيتون دلوقتي، في الاخر خالص الزيتون. اديها تقليبه مع بعض يا دوبك الخضار يدبل بس. الوقت خلاص الخضار اخد تقليبه مع بعض مع اللحمه. هنزل بقى بالزيتون. شايفين الالوان، شكل الالوان عامله ازاي؟ تحفه. نطفي عليها بقى ونسيبها ايه تبرد ونروح نعمل العجينه. والوقت يا امارات ويا شباب ويا كل الحلوين، هقول مقادير الفطيره بقى. احنا قلنا الحشو، هنقول بقى الفطيره. عندي هنا دي كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه زيت، وعندي بيضه نحط عليها رشه فلفل، وعندي هنا رشه ملح، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه صغيره خميره، وثلاث كوبايات دقيق. هقول تاني، 3 كوبايات دقيق، رشة ملح، معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، نص كوباية زيت، كوباية مية دافية، وبيضة. البيضة عليها رشة فلفل عشان الزفرة بتاعت البيض. انا هعمل ده كله في الخلاط. الوقت انا عندي درق الخلاط اهو. هجيب المية الدافية هحطها، بسم الله، وهنزل بمعلقة الخميرة والسكر، بسم الله. الفطيرة دي سهلة وممكن تعملوها في أي وقت. الناس اللي محتارين في العشاء، الناس اللي بتجوع آخر الليل تعملها، ممكن لأي شاب يعملها برضو، لأن المقادير كلها مع بعض بتتحط في الخلاط وخلاص. بعد كده تحط في صينية وتخش الفرن. أوكي، حطيت الخميرة أهو، وهنزل بنص كوباية الزيت، وهنزل بالبيضة، بسم الله. عندنا البيضة اهي، خلاص كده. بعد كده هضيف الدقيق عليه رشة الملح. هحط رشة الملح على الدقيق واضيفها على الخليط ده كله. الوقت انا حطيت الدقيق على المكونات السائلة. الوقت كل المكونات بقى طبعا على بعضها هضربها بقى ايه في الخلاط. الوقت هضرب المكونات كلها في الخلاط. الوقت يا حلوين انا خلاص ضربت العجينة في الخلاط. شايفين القوام بتاعها؟ يبقى القوام سائل كده. ومحضرة صينية دهناها زيت اهو. هحطها في الصينية كله مع بعضه، يخمر كله مع بعضه في حتة واحدة، وبعد كده هدخله ايه الفرن. اوكي، عندي الصينية اهي. هنزل بقى بنص العجينة، بسم الله. شايفين العجينة سايلة ازاي؟ قوامها كده عامل زي الكيكة. هنحاول نفرد بقى. يا حلوين لو العجينة احتاجت شوية مية وانا بضربها في الخلاط نحط لها شوية مية. انا حطيت لها شوية مية عشان تطلع سايلة بالقوام ده. شايفين سايلة ازاي؟ الوقت انا دهنت ايدي زيت عشان ايه افردها، بسم الله. هفردها كده عشان ايه احط الحشو. تتفرد معايا ازاي؟
فطيرة سهلة وممكن اي حد يعملها. نفرد بالمنظر ده. خلاص انا فردت العجينة في الصينية. انزل بقى بالحشو. بسم الله. احاول اوزع الحشو كده، وممكن نعملها بميه، نفردها بميه احسن من الزيت. انا بصراحه لقيت الزيت هيبقى فيها زيت كتير. دلوقتي بنوزع الحشوه في العجينه. حاول ما نجيش على الاطراف قوي عشان نقفل الاطراف مع بعض. نوزع كده. بعد كده هجيب الجزء التاني من العجينه نحطه عليها ونفرده. دلوقتي هنزل بالجزء التاني من العجينه. شايفين العجينه قوامها عامل ازاي؟ وهفردها برضو، هفردها بميه احسن من الزيت عشان مبقاش فيها زيت كتير. حط كده في الوسط. هظبط انا العجينه بقى، هفردها وبعد ما افردها هوريها لكم ان شاء الله. دلوقتي انا بلي ايدي ميه، هفرد بقى العجينه على بره كده، لان انا حطيتها في الوسط هطلع على بره كده. تمام. الوقت خلاص يا حلوين، انا فردت العجينه التانية فوق الحشو. هغطيها بقى واحطها في مكان دافي تخمر. تمام. وبعد ما تخمر هقول لك هنعمل فيها الوقت انا عندي خلاص الفطيره خمرت. شايفين ما شاء الله خمرت ازاي؟ هعمل بقى؟ عندي هنا ده طبق فيه يا دوبك ذره، عشان بس الموبايل فصل. الطبق كان فيه ذره نسكافيه ومعلقتين لبن، وحطيت عليهم بيضه وقلبتهم مع بعض عشان ادهن بيهم الوش بتاع الفطيره. تمام. تمام كده. انا مسخنه الفرن عشان احط فيه الفطيره. بندهن بقى وش الفطيره. دلوقتي انا بدهن وش الفطيره باللبن، بس بالراحه كده عشان هي عشان ما تهبطش يعني، عشان هي خمرانه. تمام كده. بعد كده احط على الوش بقى اي حاجه، حبه البركه، سمسم، اسيبها كده براحتي خالص. اللي موجود عندي اعمل، المتوفر عندي في البيت. انا هنا متوفر عندي سمسم، احط لها سمسم. خلاص هي كده تمام. كلها الوش كله اتدهن اهو. احط بقى بالسمسم. فطيرة سهلة واي حد ممكن يعملها، ما بتاخدش وقت. ممكن بواقي التلاجة، لو حاجة عندي باقية في التلاجة، جبن، اي حاجة احشيها باي حاجة. خلاص دهنت لها سمسم. هدخلها الفرن بقى، وما تطلع من الفرن نشوفها ان شاء الله مع بعض. الوقت يا حلوين خلاص الفطيرة طلعت من الفرن. شايفين ما شاء الله شكلها تحفة وريحتها رائعة. شايفين عاملة ازاي؟ لسه طرية ازاي لسه سخنة طبعا، مش قادرة امسكها. طريقة سهلة ما فيهاش عجن ولا اي حاجة. في الخلاط حطينا المقادير وضربناها كلها مع بعض في الخلاط. ممكن اي حد يعملها. تنفع عشاء اكل اخر الليل. الناس اللي بتحب تاكل بالليل ممكن تمشي غدا في اي وقت تحبوا تاكلوها، اعملوها وكلوها. كنت معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. الوصفة خلصت لكن وصفاتي لسه ما خلصتش. والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة.